أنا شاب من شباب البحرين، وأتحدث عن جميع الشباب، وأريد إيصال هذه الرسالة إلى من يعنيه الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن صعوبات الشباب وموضوع الشباب في مملكة البحرين، وسنتطرق إلى عدة نقاط. سنبدأ في النقطة الأولى: التعليم في مملكة البحرين في المراحل الدراسية والجامعة. أما عن المراحل الدراسية في المدارس الحكومية فهي مناهج جامدة لا تواكب العصر الحديث، ولا يوجد فيها تطور بما يحتاجه الشاب بعد التخرج ومواكبة سوق العمل والوعي العام علميا. الشباب البحريني يواجه مشاكل في هذا الموضوع حتى بعد الدراسة في الخارج أو الابتعاث. أما عن الجامعات الحكومية فهناك فيها مشاكل كثيرة، من ضمنها جمود المناهج بما لا يواكب التطور، وهناك أساساً تخصصات هي تخصصات متطورة، يعني تخصص التكنولوجيا ولا آخر. فنتمنى من الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم النظر في هذا الأمر، ومراعاة التطور ومراعاة الشباب في الدراسة أيضاً. ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي نقطة الشباب ما بعد الدراسة الجامعية والتخرج أو الدراسة الثانوية والتخرج. فهناك شح في الوظائف، شح كبير في الوظائف. طبعاً هذا الأمر تم الحديث فيه من كل الجهات في مملكة البحرين. فالشاب يفتقد إلى الطموح أو إلى الهدف. طموح الشاب بعد التخرج بوظيفة الأحلام، ولكن ينصرم من الواقع. يعني هناك جهد على أولياء الأمر وعلى رب الأسرة إن حتى بعد ما الابن يوصل إلى سن الرشد يظل يعني يصرف عليه أو يعطيه فلوس، وهذا يسبب ضغط، ومع الضرائب والتضخم فيسبب مشاكل لدى رب الأسرة. ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي تكوين الأسرة. فالشاب في سن 20 يبدأ في التفكير في تكوين أسرة مثل أي شاب آخر، فهو عمر الزواج وعمر تكوين الأسرة. ولكن لصعوبة الأوضاع ولصعوبة المعيشة يرى الشاب نفسه أنه ليس مؤهل للزواج أو تكوين أسرة بسبب الأوضاع، موضوع السكن وما يخص الإسكان. فالشاب بعد 5 سنوات يحصل على 100 الإسكان، وبعد 20 سنة ممكن أو أكثر يحصل على بيت الأحلام من الإسكان. فيوجد صعوبة في الزواج وتكوين الأسرة. ننتقل إلى النقطة الرابعة: المشاركة السياسية للشباب. نريد جيل قوي سياسياً لديه العلم، الخبرة منذ الشباب. بعد 10 سنوات 15 سنة هذا الجيل سيمسك عديد من المناصب، مثل أن يكون في المجلس التشريعي، كسفير، كوزير. فتكون لديه الخبرة الكافية والممارسة الكافية ليكون مناسب لمنصب مثل هذا المنصب. ننتقل إلى النقطة الخامسة: التوعية العامة، سياسياً، حقوقياً، توعية عامة بشكل عام. نطالب من وزارة التربية والتعليم إضافة مواد سواء في المراحل التعليمية أو المراحل الجامعية، مواد تخص الحقوق، السياسة، القوانين، توعية للشباب عن المخاطر أو الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها الشاب لتجنبها من الأساس قبل وقوعها. وهو في عمر حساس، يعني في مرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو حتى الثانوية في منطقة المراهقة، فيحتاج إلى توعية. ننتقل إلى النقطة السادسة والأخيرة: الطموح والرؤية. الرؤية والطموح هي مترابطة، فنريد رؤية واضحة بمدة زمنية واضحة. في غضون 10 سنوات مثلا نضع أهداف ليست تخص الشباب بل بشكل عام،
أهداف نطمح في مملكة البحرين للوصول إليها. لنفرض كمثال يتم توظيف 50% من الشباب العاطل أو حتى أكثر كواحدة من الأهداف مثلا، وفي غضون 10 سنوات نسبة العطالة لا تكثر عن 20% في مملكة البحرين. فنتمنى من الجهات المعنية وضع رؤية واضحة بأهداف واضحة بمدة واضحة للوصول إلى أهداف معينة تخدم جميع مصالح الشعب البحريني.